السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفة جديدة من وصفات مطبخ ماريا الجزائري. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وصحة جيدة. اليوم ان شاء الله راح نقدم اقتراح سهل وسريع بدون اختمار ولا توريق، بكريمة سهلة وبمذاق رائع. ان شاء الله تعجبكم. تابعوا معي الفيديو الاخير باش تعلموا كامل الخطوات والنصائح. نبدأ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا عندنا 600 غرام فرينة، يعني مقدار 5 كؤوس. تقدري ديري بالميزان أو تكيلي بالكاس. نضيف ملعقة صغيرة ملح، نضيف أيضا ملعقة صغيرة خميرة الخبز أو نصف ملعقة، يعني ما نكتروش، مع كيس من الفانيليا أو غبرة فاني. ونضيف أيضا خميرة الحلويات أي مقدار 10 غرام، كيس من خميرة الحلويات، مع 2 ملاعق كبيرة من الزيت، زيت المائدة، زيت عادية. ونلموا العجين بالماء، يعني نلموه، يعني يكون ما هو طري ما هو يلصق في اليد. نضيفه تدريجيا مع العجن، نعجنه في نفس الوقت باش نشوفوا المقدار تاع الماء اللي نضيفوه. والماء اللي جمعت به العجين يكون ماء بارد، يعني بدرجة حرارة الغرفة، يعني ما كان له تدفيوه. مو بعد ما كملت لميت العجين هكذا نحطه في طاولة العمل، نوسي شوية هكا بيدي، يعني ما يستحقش العجن، نلمه فقط ونحطه في كيس غذائي. ونغطيه بسربيتة إلا كنتي ما تطوليش عليه، يعني غطيه بسربيتة فقط. والآن نحضروا الكريمة تاعنا اللي نحتاجو فيها نصف لتر من الحليب، نضيفه معهم 2 ملاعق من النشاء. نضيفه أيضا كيس من فلون فاني أو فلون كراميل مقدار 50 غرام، الكيس يرفد يعني 50 غرام. استعملي أي قوت حبي، أنا استعملت القوت تاع الكراميل. وإذا كنتي حابة ديري كريم باتيسير تقدري تضيفي كريم باتيسير مع السكر، وهنا ما نضيفوش السكر لأنه الفلون يكون سكري. نحطوها على نار هادية ونحرك حتى تعقد معنا، تولي كريمة هكذا كما كتشاهدي. ونزيدو لها 50 غرام من الشوكولا، انا استعملت شوكولا سوداء، تقدري تستعملي شوكولا بيضاء. بعد ما يعني دابت معنا الشوكولا نغطيها بغلاف بلاستيكي غذائي، نغلفوها بالبابي فيلم اللي يكون لاصق مع الكريمة باش ما ديرناش القشرة من الاعلى. الان انا نستعمل هاد الزبدة تاع التوريق، او تقدري تستعملي اي زبدة اللي عندك. دوبيها في كسرونة، بعد ما تحطيها تذوب ابتيف على نار هادئة. نحكم هاد العجين تاعي نقسمه على 2، نحط نصف من العجين جانبا يغطى جيدا بالكيس والسربيتة، ونحكم نصف من العجين. نضع الفرينة في طاولة العمل ونبدأ نسرح فيه بوسط الحلال بهذه الطريقة حتى نسرحه. ندهن السطح بالبانسو في كامل الجوانب تاع العجينة، ونحاول كيفاش نكتر لها شوية هذاك الزبدة تاع توريق. بعد ذلك نقسموها في الجوانب كما راكم تشاهدوا، قسمتها غير في الجهتين، ونبدا نطوي في العجين. وين لاحظت اني ما زدتش الزبده، يعني مخصوصه شويه زبده، نضيف لها. طريقه سهله للغايه، يعني ما فيهاش حتى صعوبه. نطوها كي المسمن بهذه الطريقه ونسرحها، نحطها في كيس غذائي يعني كيس بلاستيكي، نغلفها ونحطها ترتاح قليلا في الثلاجة باش تيبس معنا هذيك الزبدة اللي ضفتها. وهنا نحكم العجين ثاني ونسرحه بنفس الطريقة، ونقطعه في الجوانب بنفس الطريقة اللي درناها في الأول. وهذه العجينة الأولى بعد ما طويتها وحطيتها في الثلاجة وبردت شوية، نحطها بهذه الطريقة في العجين الثاني، ونزيد نطويها بنفس الطريقة الأولى. وأنا كنت دهنت ديجا هذا العجينة بالزبدة، ولكن كما كنت لاحظتوا اجا في كل مره كي نشوف باللي مع البروده يعني تجمد معايا العجينه، نضيف ونسرح العجينه ونديرها بنفس القياس، نفس القياس مع العجينه الثانيه، ونطويها بنفس الطريقه. هاد المراحل اللي راكم تشاهدوا فيهم يعني عمليه الطي سهله وسريعه وما تكلفش وما تحتاجش معنا بزاف الوقت. نزيدو نحطوها في الثلاجة تبرد معنا، ونجبدها بعد ما بردت
تكون الزبدة تاعنا يبست لداخل العجينة. نعاود نسرحها. هنا عندنا 2 العجين الأول مع العجين الثاني كامل في عجينة واحدة، يعني باش ما تجيكش صعوبة تقسمي العجين على 2 وتسرحيه باش يجوك الحبات. يعني كما كنت لاحظوا انا راح ندير العجينة حبات مفردية، ما حبيتش نديرها عجينة واحدة في الصينية. ولا كنت حابة ديريها عجينة واحدة لكن اختيار، انا استعملت حبات فردية. نقطعهم الى قطع. العرض درتو 5 سنتيمتر والطول درت 20 سنتيمتر، وكل واحد على حسب الرغبة تاعها. ناخذ الكريمه اللي حضرناها سابقا بعد ما بردت وشدت روحها، نضربها فقط بالفوي او بالفرشيطه هكذا باش تجينا سهله، ونوزعوها فوق العجين. ناخذ حبه بيض، نعسل الصفر عن البياض، نضيف شويه دبس التمر مع الصفر، او نقدروا نضيفوا شويه قهوه. ناخذ واحده من هذوك القطع اللي كنا قطعناهم قبيل، نعاود نسرحها شويه، انا حبيتها شويه رقيقه. نضيف الكريمه في النصف الثاني من العجين، النصف السفلي، ونبدا نلصق بالبياض تاع البيض، ونحكم مليح الاطراف باش ما يتحلولي. بهذه الطريقه نعبز عليهم مليح باش ما تخرجش الكريمه في الجوانب. بعد ما عبزت عليهم مليح نبدا نواسي بالفرشيطه باش ياخذوا شكل شباب، ونحطهم في السنيوه اللي كنت غلفتها بالبابي كويس ورق الطهي. ومن بعد نبدا نشكل فيهم من الفوق بالموس، نديروا خطوط من الاعلى، ونضيف لهم بايا صفار البيض، ثم نرشهم بالسكر العادي او سكر بني. انا رشيت السكر بني. راح ناخذ معكم الحبه تانية نسرحها بنفس الطريقه، ونطويها على 2 باش دير لنا هذاك الخط اللي في الوسط. هذاك الخط اللي في الوسط من تماك نبدا نحط في الكريمه، النصف الثاني من العجينه نحط فيه الكريمه، والنصف هذاك الفوقاني نقلبه. ندير بياض البيض في الجوانب اللي راح يعاونوني باش يحكموا العجينه تاعي، نقفلها مليح تقفل لي مليح، ونزيد نعاود ندير بالفرشيطه ندير لي ديكور شباب، ومامتو تزيد تعاوني باش نقفل مليح الاطراف، ونزيد نقسم بالموس بنفس الطريقه، وندهن بياض بصفر البيض. انا هنايا صفر البيض وزدت ضفت له البياض هذاك اللي كان عندي، خليت غير شويه بياض اللي نقفل به. هنا قبل ما نحطها في الفرن لازم نتقبل بالفرشيطه باش يخرج لنا الهواء وما ترتقش معنا الحبه، وتخرج لنا كامل الكريمه على خارج العجين. ونضعها في الفرن على درجه 180 درجه اللي كنت سخنته من قبل ما نكمل الفيديو راح تشوفوا كيفاش تسرحوا العجينه اللي نحيتها في الجوانب. قطعتين مع اطراف نسرحهم مع بعضهم يولوا قطعه واحده. المهم راح نكمل سنيوه تانية ونوريكم كيفاش طابوا. كل وحده والفرن تاعها تقدري تحلي طيبي من تحت وتزيدي تحطيهم من الفوق يكملوا، ولا الا كان عندك فونتيلي طيبوا من الفوق ومن تحت في نفس الوقت. ان شاء الله تكون وصفه عجبتكم وتبعتوا كامل النصائح والخطوات، واذا جربتوها اعطوني رايكم في الوصفه وتطبيقاتكم. تقدروا تحطوهم في موقع التواصل اللي راه اسفل الفيديو، واي سؤال او استفسار مرحبا بكم. بقى لي غير نبقيكم على خير وفي امان الله. السلام عليكم.